بمجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة ذكي جدا بصراحة، يعني شابوه تحية لمجلس الإدارة. طبعا هو انسحب في ماتش القمة اللي فات عشان هو عايز تحكيم أجنبي، مش عايز تحكيم مصري. فده كان الانسحاب. هي طبعا يعني هو ضرب كذا عصفور بحجر واحد. يعني نقطة التحكيم هو معاه حق طبعا 100% ان هو حقه انه يطلب حكام اجانب. والنقطة التانية طبعا لو دخل الماتش بتاع الزمالك، لو كان اتعادل او خسر، طب كان الدوري كان راح منه، خلاص كان هيبعد عن المنافسة. فطبعا انسحابه خلاص، يعني كده انا ساب الدوري بمزاجي. تاني حاجة ما كانش كان جمهور الاهلي ما كانش هيرحمه. كان لا هو لا اللعيبة ولا المدرب ولا رئيس النادي ولا مجلس الإدارة. الجمهور ما كانش هيرحمهم. النهارده انتوا جايبين لعيبة بمليارات، قدام الزمالك جايب لعيبة بملاليم، يعني ما تقارنش. وبرضه بتتعادل، برضه مش عارف تكسب. فطبعا دي كانت هتبقى يعني الجمهور كان هيزوم عليهم زومة قوية جدا. فهم قدروا يوجهوا الجمهور ناحية التحكيم وناحية اتحاد الكورة ورابطة الأندية والفشل المنظومة والمسرحية اللي اتعملت دي والقصة دي كلها. فبصراحة شابوه لمجلس إدارة النادي الأهلي، يعني على ده حسن تخطيط بصراحة.